بس اقول على حاجه بقى يا اخوان، انا بكره اسرائيل على راي شعبان عبد الرحيم. انا بكره اسرائيل، بكره اسرائيل، بكره اسرائيل، بكره اسرائيل، بكره اسرائيل، وبقولها لو اسال ان شاء الله اموت قتيل او اخش المعتل. ان شاء الله اموت قتيل او اخش المعتل او اخش المعتل. تعمل ايه لو قابلت اسرائيلي في الشارع؟ يعني لو طلب مساعدة حضرتك في اي حاجة ممكن تعمل ايه؟ رد فعل حضرتك الاولانية هتعمل ايه؟ لا، اعمل نفسي مش شايف عادي، مش عارف ممكن اذبح. اكيد لو قابلت اسرائيلي في الشارع هنا في مصر اكيد مش هعمل له حاجه، يعني هتجاهله. هقتله، هعمل له ايه؟ طيب اموته هنا، اقطع رجل، هديله بالجزم. انا يعني شايفه ايام زمان الصنم، انا هعمل له صنم كده واخليهم ايه، اخلي الناس تروح تبور على وجهه واحد واحد. بس لو قابلته في الشارع هنا في مصر اكيد مش هعمل له حاجه، يعني بس لو قابلته في القدس كده اقتله. مش هعمل حاجه، لان انا خلاص طالما دخل مصر دخل بتصريح امني، فانا سمحت له بالدخول اصلا. انما انا المفروض كمصري اطالب ان هو ما يدخلش بلدي اصلا، لان الاسرائيلي ده عدو، هو عدوي اصلا، فما ينفعش يدخل بلدي. لو طلب من حضرتك مساعدة تعمل ايه؟ لا مش هساعده طبعا، يساعده بتاع ايه؟ لا ما اعتقدش يعني انا اساعده. صعب. لا مش لا، ما دلهوش. احنا من طبيعه المصريين لا ما دلهوش، وانا عارف عايز يروح يعمل ايه. مش هوصله. لا مش هفيد. احنا عندنا شهداء كتير، ولينا اخوات ولينا ولاد عم ولينا كده دمهم لسه سايل.